بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله متم الأفراح، والصلاة والسلام على ناصر الحق الهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آل بيت النبي الأطهار وأصحاب رسول الله الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم القرار، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأما بعد، فنحن ننتظر هذه الأيام المباركة باستقبال هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، الذي جعل فيه سبحانه وتعالى من الجلال والجمال بذات رحمته سبحانه وتعالى، الذي جعل فيه من الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا واحتسابا، سرورا وطاقة ومحبة بصيام هذا الشهر العظيم، شهر التجليات والرحمات. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد تكرر بفضل الله من جلال رحمته ومغفرته هذه الأمور المتكررة، لذا قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. قدر في المغفرة لمن صامه، وقدر بالمغفرة لمن قامه، والبشرى أنه القدر لمن صامه كاملا فاعتقه الله من النار، وكان له من سحائب الرحمات والدرجات. فهنيئا لكم جميعا بصيام هذا الشهر المبارك. وإني أبارك نفسي وأهل مدينتي الطيبة وأهل العراق جميعا وسائر بلاد المسلمين، وأرجو الله أن يأتي رمضان ونعيش به بالتقوى والحفظ والدرجات والنصر لأمة الإسلام، وخاصة إخواننا المجاهدين الصابرين الصامدين في غزة وفلسطين. أرجو الله أن يمدهم بمدده وأن يخزي أعداءنا وأعداءهم. اللهم ربنا وربهم، ناصيتنا وناصيتهم بيدك، اقتلهم واهزمهم يا الله. اللهم تقبل، اللهم آمين. وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.